السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقتي في تحضير غريبة البهلة الغنية على التعريف. كتجي ناجحة اقتصادية ومشقة واهم حاجة بنينة. بلا ما نطول عليكم ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا واحد الرابعة ديال الزبدة مع قبيصة الملح دائما لتصحيح الذوق. عندي 2 كيسان ديال الزيت مع كاس ديال السكر مع واحد المعلقه د القرفه. هنا عندي واحد الزلافه ديال كاوكاو يعني محمر بالقشور ديالو ومطحون ما مطحونش مزيان. وعندي هنا واحد الكاس ديال الجنجلان تا هو محمر ومطحون. نحتاج 2 الخمارات ونص مع واحد الساشيه د الفاني. ندوزو نخدمو ديك الزبده مع الفاني مع الملحه مع السكر نخدموها مزيان مزيان تتولي لينا على شكل بوماد. هنايا باش تذوب لنا السكر في الزبده. تنخدموها شويه بشويه تاتي داك السكر تيذوب لنا كامل في الزبده تتولنا على شكل بوماد. تنبداو نضيفو في الزيت نضيفو شويه بشويه حتى نكملو دوك 2 كيسان اللي عندنا. صافي هنا دخلت الكميه كامله د الزيت اللي عندي. تنبقاو نخدموها بحال الطريقه هذه. هنايا كانت عندي الزبده شويه ما جبتهاش بكري من الثلاجه يعني ما دايباليش يعني خدات مني الخدمه. يعني من الاحسن انها تكون خارجه من الثلاجه بواحد الوقت اللي يعني قبل باش تساعدكم في الخدمه. صافي هنا تنزيدو باقي المقادير القرفه مع داك شويه ديال الكاوكاو مع الجنجلان وتنخدموهم كاملين مع بعضياتهم حتى تينسجموا لينا في وسط ديك الزبده وداك الزيت. صافي تندوزو ندخلو الطحين ديالنا مع الخمارات اللي عندنا 2 خمارات ونص. صافي تنخلطوهم كاملين. صافي ما تنخليوش العجينه قاصحه بزاف تنخليوها فحال هكا كما تشوفوها ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه بزاف. صافي تبقى الدور لينا تيتجمع لنا في اليد تنكوروها كامله ونصفوها في لاطه د الفران. صافي فحال هكا تنستمروا بنفس العمليه تنساليو الكميه كامله اللي عندنا وندخلوها الفران. الفران تيكون سخون على درجة الحرارة ديال 200 حتى تتشقق لينا من الفوق ونقصوا عليه نهبطوه ل 180 درجة ولا 170 ونشعلوا عليه من الفوق ومن التحت حتى تتحمر لينا مزيان ونطيب لينا من الداخل. وصافي تتكون الغريبة ديالنا هي واجدة تتجي غزالة ومشقة وبنينة. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وما تنسونيش من لايك واشتراك للقناه باش تدعموني.